في الفيديو ده هنعمل صوابع زينب، وهنجرب بقى العجان الجديد. هنشوف العجان هيعمل لنا العجينه في قد ايه، اللي احنا بقى بنقعد نعجن فيها مثلا 10 دقايق او ربع ساعه. هنشوفها في العجان هتاخد قد ايه. وهنشوف كمان ايه هي القطعه اللي احنا هنعجن بيها. هنعجن بالكف ولا بالايه بالظبط. وهنشوف طبعا بقى معايا الفيديو. بصوا هنا انا عاملاها طلعت معايا رقيقه شويه، فانت ايه يعني تخنيها شويه علشان ما تبقاش هي طلعت مقرمشه قوي. فانتي تخنيها شويه لو انتي عايزاها طريه شويه من جوه ومقرمشه من بره. لكن لو بتحبيها مقرمشه زي كده فطبعا ايه اعمليها زي دي بالظبط. حضرنا بقى العجان بتاعنا وركبنا الكف، وجبنا بقى ايه، جبنا ربع كيلو دقيق معادل. يعني ايه هو 250 جرام دقيق آه بالظبط كده. كوبايتين من الكوبايه اللي هي مج الشاي العادي ده، بس مليانين على الاخر. تمام، مش هرميين بس مليانين على الاخر. تمام. مش بتدفسي الدقيق في قلب الكوبايه، لا يعني بتهزي الكوبايه بس كده وبتملي الكوبايه. كوبايتين دقيق يعني بما يعادل 250 جرام. معايا كمان ربع كوبايه زيت بما يعادل 60 جرام. ومعايا 75 جرام 75 جرام دقيق سميد، اللي هو دقيق البسبوسه. بما يعادل نص كوبايه. نص كوبايه. نص كوبايه من نص الكوبايه اللي هي الكوبايه اللي قدامكم دي. اللي هي مج الشاي العادي. تمام. حطيت معلقه خميره صغيره مش مليانه قوي. وحطيت كمان هياخد معايا المقدار ده كوبايه زيت كامله من اللي هو برضو المج الشاي العادي. وهنحط كل المقادير كلها فوق بعضها، وهنبدا نشغل على اول سرعه. وبعد كده هنزود السرعه لاتنين، وهنسيبها دقيقتين بالظبط. دقيقتين يعني من بداية العجن خالص لغاية اما خلصنا دقيقتين. شايفين بتبدأ كده العجينة تنضف كده العجان، ما بيبقاش فيه اي اثر للدقيق ولا للعجينة. فكده يبقى كده احنا تمام. ومجرد ما نخلص الدقيقتين بالظبط في العجان كده يبقى احنا خلاص خلصنا العجينة. وبنبدأ نشتغل فيها على طول. احنا مش بنسيبها تختمر، وبنشتغل فيها على طول. بس كده هنبعد بقى، هنستبعد العجان خالص ونبدأ نشتغل في العجينة. العجينة اهي زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك، طرية وجميلة. وهنبدأ نشتغل فيها على طول. زي ما انتوا شايفين انا خدتها كده كلها، فردتها بالطريقة دي، او مدورة مستطيلة اي حاجة مش هتفرق. وبعدين هنقطعها بقى قطع صغيرة كده. تمام. عشان احنا هنعمل ايه الصوابع بقى صغننة. انا عملتها طلعت ايه رفيعة شوية. فطلعت مقرمشة قوي. فانتي لا، انتي لو انتي عايزاها يعني فيها سمك شوية تخنيها شوية. تمام، كبريها يعني شوية. واحنا بنشتغل فيها على طول يا جماعة، مش بنسيبها تختمر. يعني انا يا دوبك بس ايه حضرت الحاجة اللي انا هشتغل بيها. طيب انا قطعتها كده زي ما انتوا شايفين مربعات، وتاخدي بقى كل مربع تعمليه كده زي صباع الكفتة. وتبدأي بصي على ايدك كده او على ايه، او على الرخامة، اي حاجة زي ما انت عايزة. وتعمليهم حتى حاولي تعمليهم كلهم قد بعض. وهتجيبي بقى المبشرة، المصفى بتاعت الآلية، اي حاجة اي حاجة هتشكلي بيها هتديكي شكل حلو. تمام. انا جبت المبشرة وهبدأ اشتغل بيها. و بس اول حاجة هعملها ايه، هعمل بس كده ايه شوية من الصوابع دي. هعمل شوية كده صوابع واركنهم على جنب، وبعد كده ابدأ اشكلهم وهدخل اقليهم. وبعد كده ابدأ تاني ارجع تاني اشكل شوية الفاضلين. يعني مش هشكل كل الكمية وبعد كده اخش اقلي على طول. فايه ممكن تختمر مني وانا مش عايزاها تختمر، علشان ما تبقاش ايه عريضة قوي في التسوية. ان هي بتنفش شوية بعد ايه في الزيت يعني وانت بتقليها. تمام. العسل بتاعها بقى هيكون ايه يا جماعة. معايا العسل كوبايتين سكر، على كوباية ونص مية، عصرة ليمونة،
ومعايا كمان معلقه عسل جلوكوز علشان يديني اللمعه اللي بتبقى في الحلويات الشرقيه اللي بتبقى عند المحلات. تمام. يبقى كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، نص ليمونه، نص عصره يعني معلقه ليمون صغيره، ومعايا كمان معلقه عسل جلوكوز كبيره. بس زي ما انتوا شايفين كده انا عملتها وهي كانت رفيعه كده. انا كنت عامله حسابي ان هي لما نحطها في الزيت هتتخن اكتر. هي فعلا تخنت ونفشت شويه، بس ما نفشتش قوي، يعني بالمعقول. فانت لو عايزاها تبقى تديكي سمك فاديها اكتر من كده، لو عايزاها يعني طريه من جوه ومقرمشه من بره. لو عايزاها بقى مقرمشه كلها كده فانت ايه خليها زي نفس السمك اللي عندي كده، احنا بنحبها مقرمشه كده بالطريقه دي. بس بقى طب احنا بقى لما نيجي نسويها، احنا طبعا قلنا هنعمل نص الكميه او شويه، وهنجيب فوطه نضيفه وهنحطها على صينيه، واللي هنشكله هنحطه على الفوطه، اللي هنشكله هنحطه على الفوطه. احسن ما هنرش دقيق ونحط عليه ممكن يلزق مننا، لا احنا نحط فوطه احسن، ونحط عليها ايه صوابع زينب، وبعد كده ندخل بقى على النار ونبدا ايه نقليها. انا هنا هعمل ايه، هعمل نص الكميه زي ما انتوا شايفين، وبعد كده اقوم مشكلاهم مره واحده، يعني اعملهم كده زي الصوابع واقوم مشكلاهم مره واحده، واقوم داخله قلياهم واحطهم في العسل، وبعد كده ابدا ايه ابدا اعمل الكميه اللي فاضله. طيب انا دلوقتي العسل يكون بارد، والصوابع زينب هتكون سخنه ان شاء الله. ونطلع وهي من الطاسه ونحطها نصفيها كويس ونحطها في ايه في العسل، وبعد كده هنطلعها ونحطها. شايفين بقى انا هنا بعملها ازاي، بتفرديها كده على الحاجه اللي انت بتعملي عليها اهو، وتشديها كده. بس انا حسيتها ان هي طويله فحبيت ان انا ايه اقصرها شويه. هعمل لكم كمان واحده. ما تقلقيش انتي ايه، هي مضمومه كده بس هي بتفتح معاكي برضو كمان شويه في الزيت. لو عايزه بقى تعملي شكل تاني غير الشكل ده ممكن برضو تعملي شكل تاني. الكميه بقى دي ربع كيلو دقيق بتعمل معاكي حوالي كيلو ومثلا 150 جرام من صوابع زينب. شوفي بقى انتي هتعمليها في البيت مش هتكلفك كتير، كل حكايه دي زيت ودقيق وميه بس فقط لا غير، وهتعملي احلى صوابع زينب في البيت. بس زي ما انتوا شايفين العجينه كده يا جماعه طريه وشغاله معايا كويس قوي. انا هنا بقى كده ايه خلصت الكميه دي، هدخل على طول ان انا ايه اقليهم، وبعد كده اكمل بقيه الكميه اللي عندي. تمام. انا هنا كنت قليت كميه قبل كده، فهعمل ايه بصوا بقى هنا اهي. شايفين الزيت بارد، كل ما تيجي بقى تعملي يعني الزيت بارد تحطي في زيت بارد والنار تكون وسط. تمام. احنا دلوقتي خلصنا كميه وهنيجي نعمل الكميه التانية. انت هتطفي النار عبال ما الكميه التانية هتعمليها وتيجي تقليها عبال ما تشكليها. طيب لو انا بقى حبيت اشكل كل الكميه كلها مره واحده وبعد كده اخش اقليها مفيش مشكله. ممكن تعمليها لو انت ايدك سريعه بسرعه كده، وبعد كده تخشي تعمليهم مره واحده. طيب بعد كده يعني هقلي الجزء وفاضل وفي جزء تاني هقوم شايله اللي على الطاسه وهحط ايه، واحط بقى الكميه التانية. اسيب الطاسه تبرد شويه وبعدين ارجع احط ايه، ما احطش ابدا وهو سخن الزيت سخن. تمام. تمام. بس كده ومش هنيجي جنبها خالص ولا نقلبها ولا اي حاجه الا لما زي ما انتوا شايفين بقى كده هي ايه اول ما حطيناها في الزيت كانت كده لسه صغيره رفيعه، وبعد كده نفشت في الزيت زي ما انتوا شايفينها كده. مش هنيجي جنبها طبعا زي ما انا قلت مش هنقلبها خالص
الا لما تمسك نفسها شويه عشان ما تتكسرش مننا. هنقلبها بالراحه خالص. انت ممكن بقى تحطي زيت كميه اكبر من كده لو انت عايزه، يعني زيت غزير والكلام ده كله. تمام. انا عملتها كده واشتغلت معايا مفيش مشكله خالص، وطلعتها لونها ذهبي وجميل زي ما شفتها في اول الفيديو. واول ما بطلعها انت تطلعيها، يعني مثلا انت لو بتحبي اللون اغمق من اللي انا مطلعاه، انت هتطلعي درجه افتح من اللي انت عايزاها. تمام. هتطلعي درجه افتح من اللي انت عايزاها، عشان هنا بتتحط في الزيت في العسل بتغمقي سنه. تمام. فانت هتطلعي درجه افتح من اللي انت عايزاها وتحطيها، علشان لو طلعتي الدرجه اللي انت عايزاها بالظبط هتغمقي منك وهتبقى شكلها مش حلو. تمام. لو عايزاها بقى فاتحه زي ما انا مطلعاها يبقى هتطلعيها فاتحه كده وهتحطيها في العسل، وبعد كده هتطلعيها من العسل على مصفى برضو وتسيبيها تتصفى، وبعد كده تحطيها في طبق التقديم. تمام. تمام. انا بقى كده هقلب بالراحه وهكمل بقيه الكميه الموجوده معايا وهوريكم وهوريها لكم في الاخر. بس انت بقى لو انت وصلتي معايا لغايه هنا يبقى الفيديو عجبك. تمام. صح ولا ايه؟ يبقى حطي كومنت جميل كده زيك، اكتبي كلمتين حلوين، وحطي لي اللايك الجميل اللي زيك. لو انت لسه جديده معايا في القناه برضه حطي كومنت، وحطي واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وحطي اللايك وبس. وبس كده احنا بقى كده ايه، خلاص هنكمل بقى احنا التحمير، وهنكمل ان احنا نحط في الزيت، وبعد كده ايه هوريكم كل الفينش مره واحده. بصوا بقى انا ان بحبها كده لونها فاتح، مش بحبها غامقه قوي. فانت طبعا زي ما قلت لك لو عايزه تغمقي انت هتطلعي درجه فاتحه افتح من اللون اللي انت عايزاه، بس مش اكتر من كده. بس كده شايفين بقى هي طبعا طالعه مش كلها مقاس واحد، بس ايه في مقاسات. في كمان شكل كده انا ايه شكلته باللي هي القطاع بالبسطامه بتاعه الكحك، وفي الشكل اللي عملته بالمبشره. تمام. انا عايزه اوريكم بقى ان هي بصوا من جوه حلوه جميله ازاي، بس هي زي ما انا قلت لكم قرمشه قوي. لو انت مش عايزاها قرمشه قوي هتديها سمك شويه. تمام. واشوفكم على خير.